في عالم كرة القدم قليلون فقط من يتركون بصمة لا تمحى، واسم إريك كانتونا واحد من هؤلاء القلائل. رجل صنع من الشوارع البسيطة أسطورة، وحول الحلم إلى حقيقة بأقدامه وروحه القتالية. قصته ليست مجرد كرة، بل رحلة كفاح وإصرار ستأخذ إلى عمق شخصيته، حيث يلتقي الإبداع بالعزيمة. تابع معنا لتكتشف كيف بدأ هذا النجم رحلته من طفولة مليئة بالتحديات إلى قمة المجد. إريك دانييل بيير كانتونا تزاد في 24 مايو 1966 في مارسيليا، في منطقة ليكايول، في بيت عائلي مكون من غرف بسيطة فوق كهف قديم في سفح تل أخضر. كانت عائلته من أعراق متعددة، جده من سردينيا بإيطاليا، ووالدته من أصل كتالوني من برشلونة هاجرت إلى فرنسا خلال الحرب الأهلية الإسبانية. رغم بساطة الحياة، كانت دارا دافئة مليئة بالحب والنقاش والمرح، كما وصف كانتونا نفسه. بدأ مسيرته في كرة القدم محليا وهو بعمر 6 سنوات مع نادي سبورتس أولمبيك كايولي بمنطقة كايول. في البداية كان يلعب كحارس مرمى تماشيا مع رغبة والده، لكن مدرب الفريق قرر إعادة توجيه موهبته نحو الهجوم. مجرد أن بدأ يراوغ ويمرر ويتقدم بذكاء فوق عمره، سرعان ما أصبح النجم في فئة العمرية، إذ لعب أكثر من 200 مباراة مع النادي المحلي وسجل مئات الأهداف في مرمى فرق الحي، حتى صار الجميع يتحدث عنه كأصغر وأبرز موهبة في المنطقة. في إحدى بطولات الناشئين في كان، وهو لم يتجاوز عمر 10 بعد، نال لقب أفضل لاعب في البطولة، ما أثار اهتماما مبكرا بالموهوب الصغير من قبل أندية كبرى فرنسا. عندما بلغ 15 انضم إلى أكاديمية أوكسير تحت قيادة المدرب الأسطوري غايغو. رغم أن الانتقال يعني الابتعاد عن العائلة في مارسيليا من قرابة 500 ميل، ورغم أن والديه لم يكن لديهم الطموح أن يسلماه لمسيرة احترافية، إلا أن الثقة في موهبته جعلتهم يوافقون. كان انعزال المراهقة صعبا، ترك المدرسة وفقد عطلة نهاية الأسبوع، لكنه وجد في روح الفريق أخوة، واندمج مع زملائه الصغار الذين أصبحوا معه في أكاديمية أوكسير. طفولة كانتونا لم تكن مجرد لعب كرة، بل كانت مزيجا من تحديات الجغرافيا والفقر وصراع الموهبة من أجل إثبات الذات. تعلم أن يكون مختلفا، أن يبني شخصيته من الصفر، وأن يفاجئ من حوله عبر خطواته الصغيرة وبراعته الفنية التي أشعلت في شوارع مارسيليا قبل أن تشتعل في ملاعب أوروبا. ناديه الأول كان أوكسير، حيث قضى عامين في فريق الشباب، وذلك قبل أن يظهر لأول مرة عام 1983. في عام 1984 انتقل إعارة إلى نادي مارتيغ في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، ولكنه عاد بعد ذلك إلى أوكسير ووقع عقدا معهم في عام 1986. أداؤه كان جيدا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مما أكسبه ذلك احتراما دوليا كاملا. لقد كان جزء من تشكيلة الفريق الفرنسي الدولي تحت 21 عام، وفازوا ببطولة أوروبا عام 1988 للشباب تحت 21 عام. وبعد ذلك النجاح بقليل قد انتقل إلى نادي مارسيليا مقابل أجر حر. في مباراة ودية ضد توربيدو موسكو قد طرد كانتونا ورمى قميصه بعد أن تم استبداله. ناديه قد رد على ذلك الفعل بمنعه من اللعب لمدة شهر. بعد عدة أسابيع قام إريك كانتونا بشتم مدربه الدولي على التلفاز، وعلى الرغم من اعتذاره فيما بعد، فقد تم منعه اللعب لمدة عام دوليا. كانتونا انتقل إلى بوردو إعارة، حيث أحرز 6 أهداف في غضون 11 مباراة، ومن ثم إلى نادي مونبولييه، حيث تشاجر مع أحد زملائه في الفريق، حيث طلب بعدها 6 لاعبين من فريقه بطرده. ولكن كل من ليروين بلانك وكارلوس فالديراما كانوا يؤيدون بقائه وشجعوه على ذلك، وبالفعل كان له دور فعال وكبير مع النادي، حيث أحرز 10 أهداف في 33 مباراة. ناديه السابق قد رغب بإعادة كانتونا من جديد. مع مارسيليا كان كانتونا على علاقة سيئة مع رئيس النادي برنارد، وعلى الرغم من دور كانتونا الفعال مع الفريق والحصول على لقب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى معهم، إلا أنه انتقل إلى نادي نيم بعد مرور موسم واحد.
أثناء أحد المباريات قد قام كانتونا برمي كرة على الحكم لأنه قد غضب منه على صنع بعض القرارات الخاطئة. اتحاد كرة القدم الفرنسي قد منعه من اللعب لمدة شهر، فرد كانتونا بشتم كل عضو من أعضاء اتحاد كرة القدم الفرنسي، وبذلك قد زادت مدة منعه من اللعب شهر آخر لتصبح شهرين. بعد هذه الحادثة قد قرر كانتونا اعتزال كرة القدم نهائيا، وذلك كان في عام 1991. ولكن أنصار كانتونا لم يعجبهم ذلك وتمنوا أن يستمر في مسيرته الكروية، وكان أهم من أقنعه للعودة هو ميشيل بلاتيني. وبالفعل قد اقتنع كانتونا للعودة إلى الكرة، ولكن هذه المرة في إنجلترا ليبدأ مهنته الكروية من جديد، ويعتبر من أفضل اللاعبين في العالم. مانشستر يونايتد كانوا يائسين من انضمام كانتونا في البداية، وخصيصا بعد بيع اللاعب مارك روبنز. في بداية الموسم قد عانى الفريق من عقم الأهداف، ولكن سرعان ما تأقلم كانتونا مع الفريق وأخذت رشاشات الأهداف تتوالى مع مانشستر يونايتد. فكانتونا لم يحرز الكثير من الأهداف فحسب، بل قد ساعد في إحراز الأهداف أيضا، وبتعاونه مع النادي قد فاز مانشستر يونايتد ببطولة الدوري في عام 1993 لأول مرة بعد مرور 26 عام، ومن ثم فازوا ببطولة الدوري مرة ثانية على التوالي في عام 1994، وبالإضافة إلى ركلتي الجزاء التي نفذهما كانتونا ليساعدهم في الفوز على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي. إريك كانتونا قد ركل أحد مشجعين دي كريستال بالاس. أصبح كانتونا بعد ذلك مشهورا للحادثة التي حصلت في 25 من يناير من عام 1995، وذلك في مباراة الإياب ضد كريستال بالاس، حيث طرد الحكم كانتونا لأنه قد قام بتوجيه ركلة عنيفة على مدافع كريستال بالاس وهو ريكارد شاو، وبعد أن سحب قميصه قد وجه ركلة كونغ فو على أحد مشجعين دي كريستال والذين يسيئون إليه. ذلك المشجع اسمه ماثيو سيمونز. في المؤتمر الصحفي والذي عقد فيما بعد قال كانتونا مقولته الأكثر شهرة: في حال ما تجمع الصحفيون ليستمعوا يتكلم، قد دخل كانتونا الغرفة وجلس ثم تكلم بطريقة متعمدة وهادئة باللكنة الإنجليزية عندما تطارد طيور النورس سفن الصيد، هذا لأنهم يظنون بأن السردين سوف يرمى في البحر. بعد ذلك قد نهض من مقعده وغادر، ترك الكثير من الحشود المجتمعة ترتبك. لقد حكم عليه 120 ساعة ليعمل في الخدمات الاجتماعية. بعد حكم استئناف ألغى حكم أسبوعين سجن على الهجوم، وقد غرم ب20,000 يورو. لقد تم منعه من اللعب من قبل منظمة كرة القدم حتى أكتوبر القادم. مانشستر يونايتد في النهاية خسرت لقب البطولة والتي ربحها بلاك بيرن. كان هناك الكثير من التوقعات بأن كانتونا سوف يغادر الكرة الإنجليزية بعد أن ينتهي حكمه، ولكن أليكس فيرغسون قد أقنعه بالبقاء في مانشستر يونايتد، وقد اقتنع كانتونا بذلك. لقد باعت مانشستر يونايتد حينها العديد من اللاعبين المميزين في مانشستر، واستبدلتهم بلاعبين فتيان آخرين من نادي الشباب، ومع ذلك فإن هؤلاء اللاعبين لم يكونوا الخيار الأحسن، إذ كان التفاهم الأفضل هو ما بين كانتونا ورايان جيكس. كانتونا أحرز ركلة جزاء ضد ليفربول في مباراته الأولى بعد منعه من اللعب، وبأهدافه أنقذ مانشستر يونايتد في استعادة لقب الدوري من جديد، حيث الفرق بينها وبين نيوكاسل 12 نقطة، وذلك كان في عام 1996 في يناير. عمليا تستمر مانشستر يونايتد بحملتها الصليبة برجل واحد للحفاظ على لقب البطولة عدة مرات. قد تكون عمليا سلسلة من الانتصارات 1-0 لمانشستر يونايتد بهدف وحيد من كانتونا. لقد أحرز أيضا نفس هدف الفوز في تلك العام في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، محرزا في مباراته الأخيرة في الموسم ضد الفريق الذي لعب ضده في بداية الموسم ليفربول. قد جرى مقابلة مع كانتونا بعد تلك المباراة حيث قال: هذه هي الحياة كما تعلمون، يوما لك ويوما عليك. دفع كانتونا فريقه إلى نجاح أعظم في أوروبا العام التالي، مع وجود أمثال رايان جيكس واللاعب الشاب ديفيد بيكهام وبول سكولز وغاري نيفل، والذين برزوا تحت تأثيره عندما احتفظت مانشستر باللقب في موسم 1996-97. يكون كانتونا قد حصد 6 ألقاب في الدوري في غضون 7 سنوات، وهذا العام الذي لم يحصل فيه كانتونا وناديه على لقب الدوري
هو العام الذي حصلت فيه أزمة كانتونا بعد تلك الركلة، وذلك كان في عام 1995. وعن عمر يناهز 30 قد اعتزل كانتونا كرة القدم نهائيا، حيث كانت ضربة مفاجئة للجماهير العاشقة سواء لهذا اللاعب أو لنادي مانشستر. لقد أصبح بعد فترة قصيرة من اعتزاله قائد الفريق الدولي الفرنسي لكرة القدم الشواطئ. في عام 2004 قد اقتبس من كانتونا يقول: أفتخر جدا عندما أسمع أنصاري يغنون باسمي، ولكنني أخشى أن يتوقف عن الغناء باسمي في الغد. أخشى ذلك لأنني أحبهم، وكل شيء تحبه تخاف أن تخسره. في عام 2006 صحيفة داسان قد ذكرت بأن كانتونا قد قال عن مانشستر يونايتد بأنهم قد فقدوا روحهم، وأن اللاعبين الحاليين هم باقة من الخرفان، حيث زاد قلقه بشأن مستقبل الشياطين الحمر، وأنهم بدأوا يخسرون فلسفتهم خصوصا بعد رحيل روي كين. وقد تحدث عن جورج بيست أسطورة مانشستر يونايتد والذي مات في عام 2005 بأنه يمكن أن نزامن بدء موت مانشستر يونايتد مع رحيل هذا اللاعب في ذلك العصر. وتحدث عن الحرية التي يمكن أن يسمعها اللاعب مع مانشستر يونايتد، حيث يستطيع الشخص أن يعبر عن نفسه. في عام 2012 أعلن كانتونا نيته الترشح للرئاسة في فرنسا، بعد أن قام خلال عام 2011 بدعوة للثورة من خلال المصارف، بدعوة من خلال الإنترنت، حيث قال في شريط فيديو: إذا وجد 20 مليون شخص يسحبون أموالهم فإن النظام المصرفي سينهار. وأضاف في ندائه: الثورة تبدأ في المصارف، بدلا من التظاهر في الشارع كيلومترات عدة. اذهب إلى مصرفك واسحب أموالك. ولم تلقى دعوته لإفراغ المصارف التجارية صدى ملحوظا، كما اعتبر مسؤولون عدة أن هذه الدعوة تفتقر إلى الحس بالمسؤولية. وبين أزقة مارسيليا وأضواء أولد ترافورد ظل إريك كانتونا هو الأسطورة التي تحدت القواعد وكسر الصمت بصراخه الذي صار صوتا لكل من آمن بأن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل فن وحياة. رحل الرجل الذي لم يكن لاعبا فقط بل شاعر الميدان ومتمرد الروح، الذي جعل من كل لمسة له قصة تستحق أن تروى، ومن كل هدف لوحة تخلد. كانتونا الذي لم يكن يركض وراء المجد بل خلقه بكبريائه وعذابه، ترك خلفه إرثا من الجرأة والحرية يذكره العالم كما يتذكر أسطورة لا تنسى، الرجل الذي علمنا أن نلعب بشغف وأن نعيش بشموخ.